سلام ناس زوينين، كنتمنى تكونوا بخير وان هاد الحلقه تلقاكم بصحه مزيانه ومود زوين. الا كانت هذه اول مره غتسمعوا البودكاست، سلام، انا لمياء وانا هي الهوست ديال هذا البودكاست. اما الا كنتو ديجا من المستمعين فهاي جيرل واتساب اور هاي مان، حيت انه كاينه واحد النسبه واخا قليله ديال الدراري اللي كيسمعوا البودكاست. هاي برو واتس جود. واخا انا الاغلبيه ديال الاودينس ديالي كيكونوا من البنات، داكشي علاش الهضره ديالي كتكون موجهه غير للبنات. الابيسود ديال اليوم هي واحد الباناشي من مجموعه ديال التوبكس. غادي نهضروا على الديسيبلين، موتيفاسيون، الجولز، بروكراستينيشن. المهم مجموعه ديال التوبيك اللي غادي يكونوا كاملين كيهضروا على واحد الموضوع واحد او لا واحد التيم واحد، اللي هو علاش حنا ما كنكملوش داكشي اللي بدينا. علاش الا بدينا شي هدف ولا الا بدينا شي تاسك ولا الا بدينا شي حاجه ما كنكملوهاش حتى للتالي وكنخليوها في نص الطريق، او لا الا بغينا نحققوا شي هدف ديالنا كنبداو فيه ولكن ما كنكملوش حتى للتالي. I hope this episode makes sense حيت غادي نهضروا على بزاف ديال الحوايج، ولكن كما قلت في الاول غادي يكون عندهم واحد نفس الطيم او نفس الاستيتيك. مي بون نبداو الحلقه ديالنا. باي ذا واي ما نبغيكمش تمشيو غالطين وتقولوا هاد لمياء هادي اللي كتهضر معانا راه باينه كتحقق كاع الاهداف ديالها وراه كدير كاع داكشي وكتكمل كاع داكشي اللي بدات. لا. لا، غير من هاد الحلقه هادي هادي واحد نص ساعه وانا ام dragging my feet وما باغاش نسجل هاد الحلقه، وكنقلب على اي حاجه ولا اي بلاصه فين نضيع الوقت غير باش ما نجلسش ونسجل هاد الحلقه، نبريسي ريكورد ونسجل. ما عرفتش واش خوف واش ستريس واش ما عرفت شنو. المهم هذه نص ساعه اولا ساعه الا رب تمام والكمال وانا كنحاول انني نقلب فين لاهي الوقت. نمشي للكوزينه، نمشي للحمام، نحل البيسي، نتفرج، نحل التليفون، ندخل انستغرام، حتى صرفقت راسي ماشي حرفيا بطبيعه الحال، ولاني قلت مع راسي علاش انا خايفه انني نسجل هاد الحلقه، علاش عارفه انا شنو خصني ندير ولكن واخا هكاك ما كنديروش. وجلست هكا مع راسي واحد 2 دقائق ولقيت ان كرشي كضرني، واحد الاحساس عندي في كرشي ديال ستريس. ما عرفتش واش نتوما كتحسوا به، واحد لانكزايتي عندي في كرشي، مهم فيزيك اللي كنحس بها اللي مقنطه بيا ومضيقاني وانا ندير هذه هي الوجيبه فين خصنا نسجل هاد الحلقه. that's the sign I need انني خصني نسجل هاد الحلقه وخصنا نهضر على هاد التوبيك، حيت اولا غادي نكون كنهضر مع راسي قبل ما انني نكون كنهضر معاكم، وهاد التوبيك كنكون كنسجلو لراسي قبل ما نسجلو ليكم. وذاتس ا ريمايندر انه واخا تكون عارف الاسباب وتكون عارف الحلول ماشي ضروري غادي تكون كديرهم. يعني انا عارفه شنو خصني ندير وعارفه الاسباب اللي مخليني انني ما نديرش داكشي، واخا هكاك I was procrastinating وكنقلب في الوقت وداكشي. ومن الاسباب الاولى اللي لقيت وهو انه كاينين بزاف ديال distractions، كاينين بزاف ديال المشتتات ديال الانتباه اللي كتخلينا ننساو الجولز ديالنا، تخلينا ننساو الاحلام ديالنا وداكشي اللي باغيين نحققه في هاد الدنيا. and of course اول حاجه كتجيني في بالي فاش كنقول distractions هي السوشيال ميديا. of course I'm not anti social media، انا عندي سوشيال ميديا، عندي شي بلاتفورمز وكتعجبني بحيث اننا كنهضروا مع صحابنا، كنشوفوا حاجات زوينين، كنشوفوا انفورميشن اللي غادي تفيدنا، ولكن هادشي ما كيخلينيش نفكر فيها على انها ماشي distraction. I know انها distraction وانها غادي تشتت لي الانتباه ديالي وما غاديش تخليني نكمل داكشي اللي بديت. بعض المرات حنا كنكونوا عارفينها انها distraction واخا هكاك حنا كنمشيو كنقلبوا عليها، حنا كنحتاجوا داك distraction. كنكونوا مثلا بدينا في واحد البروجي اولا بدينا في واحد المراجعه اللي كتجينا صعيبه وكتجينا غير مريحه، كنحاولوا حنا نقلبوا على الديستراكشن باش نلقاو فيه داك الكومفورت. بعض المرات كتكون بطريقه واعيه يعني حنا عارفين، وبعض المرات كتكون باللاوعي كنكونوا حنا ما عارفينش حنا محتاجين داك الديستراكشن، ولكن واخا هكاك ويسيكيز واخا هكاك كنقلبوا عليه. داكشي علاش كنشوفوا في اي فيديو اولا اي كتاب ديال productivity كيقولوا لك خصك تخلي التليفون ديالك بعيد. الا بغيتي تقرا خلي التليفون ديالك في شي بلاصه واحده اخرى، في شي بيت اخر. بغيتي تخدم خلي التليفون ديالك بعيد، فاش تجي تنعس ما تخليش التليفون ديالك حداه.
هاد الاهداف ديالنا اولا هاد الاحلام ديالنا الا مشينا حتى خدينا الجرأة، خدينا العزيمة اننا نمشيو موراهم واننا نحققوهم، فبطبيعة الحال غادي يكون واحد التغيير، غادي يكون واحد التغيير نفسي، تغيير جسدي، تغيير عقلي، تغيير ديال لايف ستايل. المهم هو انه غادي يكون واحد التغيير واخا يكون بسيط وصغير بزاف، وهادشي اللي كيخلينا اننا نخافوا نمشيو مور الاهداف ديالنا، حيت كنكونوا خايفين من التغيير ومتعلقين بدا current situation، متعلقين بالحاله اللي فيها حنايا، واخا تكون ما عجباناش، واخا تكون ماشي في الصالح ديالنا، غير حيتاش اننا متعلقين بها، وحيت هذوك الاهداف ديالنا ودوك الاحلام ودوك الجولز غادي يعطيو واحد التغيير، يعني غادي يجيو بواحد التغيير، كنكونوا خايفين من اننا نمشيو موراهم، حيت ما كنكونوش باغيينو، ما كنكونوش باغيين تشينج، حيت تشينج كيعني اننا غادي نتخلاو على داكشي اللي عندنا دابا، واخا يكون هاد التشينج هذا زوين وحسن من داكشي اللي عندنا بزاف، كنلقاوها صعيبه اننا ناخذ واحد الخطوه ونمشيو في الطريق ديال هاد التغيير، حيت it's unfamiliar, it is the unknown، شي حاجه ما معروفاش عندنا وشي حاجه حنا ما مولفينش بيها. مثلا الا كان الهدف ديال شي واحد هو انه يسكن في واحد المدينه واحده اخرى اولا يمشي لواحد البلاد اللي واحده اخرى، هادشي كيعني هو انه كيخصو يتخلى على الحياه ديالو في داك المدينه، كيخصو يتخلى على الصحاب ديالو في داك المدينه، ماشي بالضروري حرفيا، ولاني غادي تكون صعيب التواصل ما بين الصحاب الا كانوا في مدينه واحده اخرى اولا الا كانوا في بلاد واحده اخرى، خصوصا فيس تو فيس، وكيعني انه غادي يتخلى على الدار اللي ساكن فيها، الحومه اللي او ماي جاد اي anyways هادشي كيعني انه غادي يتخلى على الدار اللي ساكن فيها، الحومه اللي ساكن فيها، الجيران اللي ساكنين معاه. كما قلت هاد التشينج هذا غادي يخلي الانسان انه ما يبغيش يمشي من موراه، حيت بكل بساطه ماشي كلنا عندنا الاوداسيتي، ماشي كلنا عندنا داك الجرأة ديال yes I will do it I can do it وغادي نمشي مور داكشي اللي باغا وغادي نمشي وغادي ندير، ماشي كلشي عنده هاد الجرأة، الاغلبيه فينا كنخافوا and that's okay، هذه حاجه عاديه، اغلبينا الاغلبيه فينا كنخافوا من التغيير، كنخافوا من اننا نصدموا في شي بلاصه ما عارفينهاش، وهذه of course هذه راه شي حاجه اللي فينا حنا الانسان، يعني راه الغريزه البقاء ديالنا هو اننا نخافوا من هاد الانون، نخافوا من هاد الشيء اللي حنا ما عارفينوش، واخا نكونوا حنا لداخل عارفين شي حاجه اللي مزيانه لينا، عارفينها انها غادي تستافد، عارفينها اننا او ماي جاد عارفين اننا غادي نستافدوا منها، يس that's it. وبعد المرات ماشي غير الخوف ديالنا اللي كيخلينا اننا ما نمشيوش مور داك التغيير، بعد المرات كيكون واحد السيلف كونسيبت ديالنا، وهي الابيسود اللي هضرت عليها من قبل هادي، الا ما كنتيش عارف اولا عارفه شنو هو السيلف كونسيبت go watch it go listen to it، حيتاش بعض المرات كيكون السيلف كونسيبت ديالنا هو اللي مخلينا اننا ما نمشيوش مور داك التغيير. for example شي واحد اللي السيلف كونسيبت ديالو اولا الصوره اللي كيشوف راسو كونسيبت سوا هو انه واحد الانسان اللي ليزي، اللي معكاز، ما كيبغي يدير حتى حاجه، ما فيه ما يدير حتى شي حاجه، ما كيتريني، ما كينوض بكري، ما كيدير حتى شي حاجه، قرر انه يبدا يتريني، وهو السيلف كونسيبت ديالو واحد الانسان اللي معكاز وما كيترينيش. هذاك التغيير اولا هذاك الاكت اللي غادي يدير ديال انه يمشي يتريني كيكون متناقض مع السيلف كونسيبت ديالو، كيكون ضد ديال داك الصوره اللي عنده على راسو، فداك الساعه دماغو كيلاقي كيقول هدا كيفاش انا كنشوف راسي ليزي، كنشوف راسي ما كنترينيش، ماشي شي انسان لي هيلثي، والاكشنز ديالي they don't align with the self concept، الاكشنز ديالي كيبينوا على انني انسان كنتريني، انسان كنمشي لاصال، كناكل مزيان، no we're not accepting this change، وفالتالي ما كيبقاش كيتريني، ما كيكملش في داك الحاجه اللي بدا. هذا هو التوبيك ديال الابيسود، ما كيكملش في داك الجول اللي دار لراسو. السبب الثالث هو الصورة ديالنا عند الناس اولا الصورة اللي خصها تكون عندنا حنايا في المجتمع. yes that's it،
الصورة اللي كيخصنا حنايا نعطيو، داك الامبريشن اللي كنبغيو نعطيو للناس، اولا standards. yes, this one. Standards. I'm not drunk, I swear. Standards اللي كيعطيونا الناس اللي wait فيا الناس، وما كنقدش نركز اولا نكون جملة مفيدة فاش كيكون فيا الناس. anyways بعض المرات هذاك القالب ولا داك المولد اللي كيكونوا حاطين لنا الناس، داك الستاندرد اللي كيكونوا دايرين لنا الناس اولا المجتمع، هو اللي كيخلينا اننا ما نمشيوش مور داك الشيء، او ما نمشيوش مور الاحلام ديالنا. وهنا فين لونطوغاج ديالنا كيلعب واحد الدور كبير. مثلا كتقول لشي حد قريب ليك الهدف ديالك، والديك او خوتك او صحابك، والا كانوا عندهم هما واحد المخاوف، وكانوا عندهم واحد الايدياز وواحد الافكار متشبهين بواحد عندهم واحد النظره للحياه مختلفه على النظره ديالك، تو سامبلومون غادي يحبطوك وغادي يقولوك شنو كتحس براسك انت، ولا شنو كتحس براسك انت، فين كيحسب لك راسك، واش راك في الميريكان، واش راحنا في اوروبا، واش شنو هاد الاحلام هادي الخاويه، شنو هاد الاهداف. كينقصوا من داك الاهداف غير باش يحطوك في واحد البوكس، يحطوك في واحد القالب، ولكن الاغلبيه ديال المخاوف ديالهم ما كتكونش عليك انت او عليك انتي، كتكون على راسهم هما. and that's a topic for another episode. تل شي episode واحد اخر ان شاء الله، وغادي نركز غير على هاد التوبيك هذا حيتاش كيعجبني. كيعجبني وكيعجبني نهضر فيه. anyways السبب اللي موراه هو انه حنا ما كنعرفوش نديروا الاهداف. يقدر يكون حنايا دايرين لراسنا واحد الجولز اللي unrealistic، اللي صعيب انها تتحقق، واللي غادي تاخد واحد الوقت طويل انها تتحقق. شي واحد ما خدامش اولا كيقرا كيقول لك انا الهدف ديالي من هنا العامين اولا من هنا العام الجاي هو انه يكون عندي $1,000,000. يس من حقك تحلم، من حقك دير الاهداف ديالك. and I'm not saying it in a sarcastic way. I'm not being sarcastic. من حق اي واحد يحلم، والا فكرتي فيها طبيعة الحال راه يمكن لك ديرها اولا ديريها، ولا كان ولا كان my friend. We should put realistic goals، أهداف اللي يمكننا نحققوهم واللي يمكننا نمشيو فيهم baby steps. يمكننا نقولوا أن غدا غادي ندير هاد الهدف وغادي يديرني one step closer للهدف الكبير. كيخص الأهداف ديالنا يكونوا achievable، يكونوا قابلين للتحقيق. ماشي يعني أننا ما نطلبوهاش كبيرة، بالعكس نطلبوها كبيرة، واللي يطلبها هو اللي يطلبها كبيرة، ولكن كيخصنا نفكروا عاوتاني ان هذاك الهدف كيخصو يكون sustainable. يعني فاش نفكر فيه من بعد ما نقولش واش انا كنت كنحلم، واش انا كنت كندير، واش انا غادي نقدر ندير هذا الهدف ونقدر نوصل له. $1,000,000 راه بالنسبه لشي واحد اللي ما عنده حتى ريال راه بزاف. $1,000,000 بالنسبه لشي واحد اللي ما عندوش واحد الخدمه او اللي ما عندوش واحد البلان كيفاش انه يجيبها، راه كتبقى حلم. الاهداف بلا بلان راهم احلام، والاهداف الا درناهم وكانوا كبارين وما كيتماشاوش مع القدرات ديالنا اللي حنا عندنا دابا، غادي نحسوا براسنا overwhelmed، غادي نحسوا باللي حنايا ما غاديش نقدروا نمشيو ونوصلوا لذاك الهدف، وغادي نحسوا براسنا عاجزين. ما كنقولش هادشي باش نعني به اننا خصنا نحقروا راسنا، خصنا نشوفوا غير داكشي اللي عندنا ما نحاولوش اننا نطوروا من راسنا، بالعكس. ولكن خص الواحد يكون صريح مع راسو، صريح مع القدرات ديالو، وعارف راسو مزيان، وعارف القدرات ديالو، وعارف شنو بامكانه يدير وشنو ما بامكانوش يدير. ودوك النقط اللي كنظنوا انهم نقط ديال الضعف واللي غادي يكون واحد الحاجز في اننا نوصل داكشي اللي بغينا، غادي نحاولوا اننا شويه بشويه نخدموا عليهم with self compassion self love. شويه د الحب من هنا، شويه د الحنان من هنا، شويه د القصوحيه من هنا، نخدموا على داك البوان فابل ديالنا، والكمال على مولانا.
السبب اللي موراه هو انه نقدروا حنا ما نكونوش تايقين في راسنا، ما تايقينش في القدرات ديالنا، ما تايقينش حنا شنو ممكن اننا نديرو وشنو ما يمكنش اننا نديرو، وخصوصا ما تايقينش في شنو ممكن اننا نديرو. بزاف د الناس منا ما عارفينش القدرات ديالهم، ما عارفينش البوتنشال ديالهم، او بعباره واحده اخرى حاقرين راسهم. كيكون ما كيتسناش من شي حد اخر يحقرو اولا من المجتمع يقول ليه شكون كيحسب لك راسك واش كيحسب لك راسك في الميريكان اكسترا. كيكون حاقر راسو براسو، ما كيخليش هاد البادج ديال الشرف للمجتمع. اولا يقدر يكون عنده الامبوستر سيندروم، يعني هو كيشوف راسو ان الناس كاملين او الناس الاخرين كاملين عندهم واحد القدرات اللي يمكن لهم انهم يمشيو مور الاهداف ديالهم، ولكن هو كيشوف راسو قل منهم اولا هي تشوف راسها قل منهم. باي ذا واي اي سي هو كنعني بها هي وهو باش ما نبقاش كل مره نصح راسي. ياس شنو قلت؟ imposter syndrome. تيكون هو ولا هي عندهم الامبوستر سيندروم. فور اكزامبل باي ذا واي راني هضرت على هذا الموضوع هذا في واحد الابيسود، كنت هضرت عليه بالتفصيل، هضرت على الاكسبيرينس ديالي انا مع هذا الامبوستر سيندروم. اصلا اي حاجه كنهضر عليها هنايا، اي توبيك كنهضر عليه هنا كنكون ديجا دايزه منه وعندي واحد التجربه شخصيه معاه. طبيعه الحال التجربه ديال كل واحد فينا كتكون مختلفه، كل واحد غادي يكون عنده التجربه ديالو اللي خاصه به واللي اونيك. but I give my take، كنعطي التجربه ديالي، كنعطي الاراء ديالي والتيبس ديالي اللي انا استعملتهم اللي نفعوني and that's it. السبب اللي موراه I guess الخامس والاخير هو اننا ما كنبداوش اصلا، ما كنبداوش وما كنحاولوش اننا نمشي مور داك الهدف. كيفاش اننا غادي نحققوه وحنا اصلا ما بديناش، ما خديناش واحد الستيب تجاه داك الهدف. بحال شي واحد جالس في شي بلاصه وكيتسنى داك $1,000,000 طاح عليه من السما. like dude dude. وهاد القضيه هادي انا كنضحك حيتاش طحت فيها بزاف ديال المرات وقعد لي بزاف ديال المرات. واخا الصراحه هادشي راه كيبكي ماشي كيضحك، ولكن ما عندك ما دير هادي هي الحياه. اي 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 حتى لواحد النهار زعمت and here I am. يعني بعد المرات ما كنكونوش حنا اصلا بدينا، ما كنكونوش خدينا واحد الخطوه، واحد ستيب، واخا تكون صغيره، واخا تكون ماشي غير بيبي ستيب، نمله ستيب، ما كناخدوهاش تجاه داك الهدف او داك الحلم او داك اي حاجه حنا باغيين نحققوها. واحد ويجلس مع راسو ويسول راسو واش كتاخد ستيب بعدا من الاساس ماشي the right step، واش كنديرو حنا ستيب، واش كناخدو واحد الخطوه، عاد نسولو واش داك الخطوه صحيحه ولا لا، نشوفو راسنا بعدا واش كنديروها. ودابا وصلنا للبيست بارت ديال التيبس اولا البارت ديال الهومورك، كيفاش كتقولها واحد اليوتيوبرز سميتها تامكور. تيبس ديال how to set goals، كيفاش نديرو الاهداف اللي achievable وما غاديش تخلينا نحسو اننا overwhelmed. تيب اللي عجباتني واللي متماشي مع شخصيتي ولا مع شخصي انا واحد الانسان اللي كيخصني يكون organized. I go with the flow. however كيخصني يكون واحد البلان، الا ما كانش البلان غادي ما غادي ندير حتى شي حاجه، غادي نكون واحد العشوائيه اللي ما زويناش. that's not how my brain works. so اللي درت هو انني خديت كل كاتيجوري من الحياه، مثلا physical category, financial, emotional، ما علينا you get the point. وكل كاتيجوري درت فيها هدف واحد اللي باغا نحققه، ماشي ضروري يكون واحد الهدف اللي ملموس. for example الكاتيجوري ديال البادي او الفيزيكال، الهدف ديالي هو انني نحس confident، يكون عاجبني البادي ديالي ونكون healthy.
that's one goal, to feel confident in my body. انني نكون واثقه في الجسد ديالي ونحس براسي مرتاحه في الجسد ديالي. ودرت 3 ديال الستبس اللي غادي يخليوني نوصل لذاك الهدف او نقرب له كل نهار. فور اكزامبل غنبقاو مع الكاتيجوري ديال البادي اللي هي ناكل مزيان، نتريني 3 المرات في السيمانه، والنعس مزيان. خديت ورقه وكتبت الكاتيجوريز كاملين اللي باغا نخدم عليهم، يمكن 4 أو 5، وكتبت حدا كل كاتيجوري الهدف ديالها، ومن تحت منهم كتبت 3 ديال الستبس او 3 ديال الخطوات اللي كيخصني ناخذ باش نوصل لذاك الجول. وهذوك الخطوات كيخصهم يكونوا aligned مع داك الجول. والستيب الثانيه هي الفيجن بورد. that's the best step ever. فيجن بورد هو واحد الكولاج ديال التصاور فيه دوك التصاور اللي متماشيين مع الاهداف ديالك واللي كيفكروك في الاهداف ديالك. فور اكزامبل انا عندي الهدف ديالي انني نبقى ناكل مزيان. في الفيجن بورد عندي شي 2 ولا 3 ديال التصاور ديال الميلز اللي كيبانوا healthy، كيبانوا delicious، كيبانوا زوينين. وهاد الفيجن بورد دايره في ليكرون ديال التليفون ديالي وحتى في الباسي باش ما ننساش الاهداف ديالي. بطبيعه الحال ماشي ديما، ماشي كل نهار كندير هاد الستبس، ماشي كل نهار ستبس اللي كناخذ ولا داكشي اللي كندير في النهار يكون متوازي مع الاهداف داكشي اللي باغا نحقق. ولكن بهذا الميثود لقيت بلي الاغلبيه د النهارات كندير داكشي اللي مزيان، اللي غادي ينفعني واللي غادي ينفع الاحلام ديالي والاهداف ديالي. حيت حنا رحنا انسان ماشي روبو، ماشي كل نهار كيكون the perfect day. بعض المرات ما كيكون فيا ما يدير حتى شي حاجه، ما كنكون قادة ندير حتى شي حاجه، باغا غير نتكا والناس وما ندير والو productive. وبعض المرات كنحس براسي so energetic, full of energy and I want to conquer the world. وهذا الشيء اللي غادي ياخدنا للموضوع اللي جاي، موضوع ديال الحلقه الجايه اللي هو the cycle thinking. كنت متردده انني نقول شنو الموضوع ديال الحلقه الجايه، however قلت علاش لا نجرب هاد القضيه، حيت كل مره كنجي نسجل او لا كنجي نكتب شنو خصني نهضر في كل حلقه كنلقى راسي متردده واش نهضر على هذا الموضوع ولا هذا الموضوع ولا هذا الموضوع، وكيضيع لي بزاف ديال الوقت. فكرت علاش لا نقول شنو غادي نهضر عليه في الحلقه الجايه باش هكا ما يكون عندي فين ندير لها كون عارفه عليه خصني نهضر، حيتاش I promised my girlies in my bros I promised you انني غادي نهضر على ذاك الموضوع. الحلقه الجايه غادي نهضر على السايكل ثينكين، على الدوره الشهريه وعلاش كيخصنا نبرمجو او نسينكيو حياتنا على حساب الدوره الشهريه ديالنا حنا البنات. انا of course هاد التوبيك هذا ماشي غير البنات، حتى الدراري يمكن لهم يسمعوه، حيتاش if you have a female in your life، إلا كانت عندك شي أنثى في حياتك، سواء ماماك سواء أختك سواء مرتك سواء خطيبتك، you should know about this. وهكا وصلنا للتالي ديال الابيسود. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا وان هاد الابيسود عجباتكم. شكرا لكم بزاف على الاستماع، كل حب لكم. كانت معكم لمياء.